السلام عليكم ومرحبا بكم على القناة مرة أخرى. فيديو جديد ووصفة جديدة اللي كنتمنى أنها تعجبكم. اليوم إن شاء الله غادي نوجدوا مقبلة بالباذنجان أو سلطة مغربية دافية، فهي سهلة وسريعة كتوجد في 10 دقائق. خليكم معايا حتى الأخير الفيديو باش تشوفوا المقادير والطريقة بالتفصيل. هنايا غادي نحتاجوا للربيع قزبر ومعدنوس مع شوية ديال الثومة والملحة مطحونين، كنزيدوا عليهم شويه ديال التحميره، شويه ديال السودانيه، شويه ديال السكنجبير، القزبر يابس والكمون. القزبر بطبيعه الحال مطحون. هنايا عندي واحد المعلقه كبيره ديال مطشه الحك والدنجال. هنايا كنحتاج، انا غادي نستعمل 3 فقط، نتوما على حساب عدد الافراد وعلى حساب الكميه اللي بغيتو توجدوا. ومطيشه، والحار بطبيعه الحال كيبقى اختياري. وهنايا عندنا الحامض، فهي هاد الوصفه هادي كتسمى بمخلل الباذنجان، فهي كتجي شويه فيها الحموضه وكتجي مشرمله، اولا الدنجال مشرمل. كنوجدوه في الكوكوط، كيجي من اسهل واسرع ما يمكن لك توجدي. الصراحه الا جربتوا هاد الطريقه غادي تولي هي المعتمده عندكم، وتوجدوها دائما للسهوله ديالها وحتى للبنه ديالها، راه كيجي بنين بزاف. هنا عندنا الدنجان كنحيدوا له دوك العريشات اللي في الجناب، وكنقصولو من العويد الفوقاني وكنقسموه على 4، كنديروا له واحد العلامه الزائد، كنطلعوها مزيان حتى للراس باش كتدخلنا ديك الشرموله مزيان. بالنسبه للدنجال من الاحسن تختاروهم في نفس الحجم، ومن الاحسن يكونوا صغار كيتشربوا ديك الشرموله وكيجيو بنان. هنا غادي نعصر عليهم الحامض باش ما كيكحلش داك الدنجال، نتوما عارفين الدنجال اللي كيكحل. هنا غادي ندوزو للمطيشه. بالنسبه للمطيشه غادي نحكوها. انا احتاجيت هنا 3 ديال المطيشات مع 3 د الحبات ديال الدنجال متوسط الحجم، باش كتجينا فيه ديك لاصوص وكتجي مقبله دافيه زوينه كنرفقوا بها الاطباق ديالنا. الصراحه في هاد الايام المباركه ان شاء الله حنا مقبلين على العيد، فكنبغيو واحد المقبلات اولا المرافقات ديال الخضر هذه. الصراحه كتجي من الالذ ما يمكن لك توجدي. صافي هنايا كندير ديك التوابل كاملين، كنديرهم في واحد الطبسيل، وكنزيد عليهم معلقه كبيره ديال مطشه الحك وربع كاس ديال زيت الزيتون. بغيتو تخلطوا ما بين زيت الزيتون وزيت المائده فلكم الاختيار. هنايا زدت واحد ربع كاس ديال الماء، وكنخلط كلشي مزيان وكنشرمل به داك الدنجال اللي عندي. الصراحه كتجي زوينه هاد الوصفه هذه، كنتمنى انكم تجربوها وتخليوا لي التعليقات ديالكم. فهي ان شاء الله غتكون من الوصفات المعتمده عندكم، فهي كتسهل عليكم بلا ما تشوي عاد الدنجال في الفران ولا فوق البوطه تنقيه عاد كتوجدي الزعلوك اللي كنعرفوا كاملين المغربيه. فهذه كتجي حتى هي لذيذه بزاف وسهله في نفس الوقت، ما كتحتاجش بزاف د الوقت. هنايا في التحضير ديالها والطياب ديالها ما كتحتاج حتى ربع ساعه. صافي كنشرملهم، كنحل هذوك التفليحه اللي درت لهم ديال الزائد في الوسط، وكنعمرها بالشرموله مزيان. صافي كنشرملهم مزيان وكنديرهم في الطنجره اللي غادي نطيب فيها ولا في الكوكوط. كما كتشوفوا راني حكيت فيها ديك المطيشه، وكنزيد عليها داكشي اللي بقى لي في الطبسيل ديال التوابل. كندير في الطبسيل واحد شويه ديال الماء باش كتنزل لي كاع ديك التوابل، وكنزيد الحار. بالنسبه للحار راه اختياري، والحامض ضروري كنعاود نعصر عليهم الحامض باش ما كيكحليش الدنجال، وكيجي فيه داك المذاق ديال الحامض، كيجي بحال المخلل، كيجي لذيذ بزاف. صافي كما شفتوا معايا هنا سالينا، الطريقه راه سهله بزاف. كنزيد هنايا عندي كاس ديال الماء، كاس ديال العنبه. بالنسبه ليكم نتوما على حساب الطنجره، الا كانت الطنجره خفيفه فانتوما زيدوا شويه الماء، زيدوا ديروا 2 كيسان، ولكن خص العافيه تكون مهيله. هنايا انا درت كاس ديال الماء، سديت عليها لمده ديال 10 دقائق. فاش كتبدا تصفر كنحسب لها 10 دقائق على نار متوسطه حتى المهيله. انا راه عندي الطنجره ثقيله شويه، فصافي جاني الوقت هو هذاك. فاش دازت 10 دقائق كنلقى داك الدنجال طاب وديك لاصوص عقادت كما كتشوفوا معايا. هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي مقبله زوينه بزاف. وصفه
رائعة وسهلة، أهم حاجة أنها سهلة كتوجد بسرعة. كنتمنى أنكم تجربوها وتخليو لي تعليقاتكم. وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسونيش البنات باللايك، واللي مازال ما اشتركش يشترك في القناة. خليتكم على خير، تلقاو فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله.